بصراحة أنا باحب الإسكوترات والراحة الزيادة اللي بتاخدها وأنت راكب سكوتر، والحاجات الcreative اللي الشركات بتعملها دايمًا كل فترة بتشدني أكتر، وعلشان كده بعد شوية لف وبحث كتير جيت علشان أقول لك أحسن إسكوترات ممكن تشتريها في السوق المصري دلوقتي من وجهة نظري. واخترت الترشيحات دي على أساس كام حاجة شايفهم إنهم أساسيين، قطع الغيار حاجة مهمة جدًا. شفنا في السوق الموتوسيكلات والاسكوترات بتنزل من غير قطع غيار كتير. وبعد كده الاعتمادية مهمة جدا ولازم تكون في الحسبان، مش انك تشتري سكوتر وبعد كام يوم تلاقيه باظ او تلاقي ان جسم السكوتر ضعيف وبيتكسر بسرعة. وبعد كده تكون شركة حقيقية مش من الشركات الوهمية اللي مالية السوق الفترة دي. وباختصار براند يكون موجود عالميا ومحليا وليه مرجع تقدر ترجع له. ترشيحاتها هتكون من الأغلى لحد الأرخص، واعتمدت المرة دي على ترشيحات تكون مختلفة مش الحاجات اللي كله بيقولها. في حاجة مهمة عاوز أوضحها، الفيديو ده هيكون ترشيحات بس، لو عجبك السكوتر أو شايف إنه مناسب معاك لازم تشوف له ريفيو كامل قبل ما تاخد قرار الشراء. من غير حرق بنزين كتير خلينا نخش على أول سكوتر. لما شركة زونتس أعلنت عن الجي 368 كان واضح إنها مش جاية تنافس في فئة الاسكوترات الصيني، هي جاية تنافس الكبار. تحس إن الشركة حطت فيه كل التكنولوجيا اللي عندها. موتور 368 سي سي بيطلع حوالي 40 حصان و40 نيوتن متر حزم مع نظام بنزين حقن الكتروني من شركة بوش وتبريد مائي، ودي مواصفات تخليه من اقوى الاسكوترات في فئته، لانك صعب تشوف المواصفات دي كلها مع بعض في سكوتر واحد. اول ما تطلع بيه على الطريق هتحس انه مش معمول للزحمه بس، ده معمول للسفر والخطوط المفتوحه والمشاوير الطويله. مميزاته وعد معايا: موتور قوي جدا وتسارع ممتاز، ثبات عالي على السرعات، تراكشن كنترول، اي بي اس، شاشة عدادات كبيرة وواضحة، تشغيل من غير مفتاح، خامات وتجميع على مستوى عالي، سسبنشن مريح ومش هتحس بالمطبات قوي، ووضعية ركوب مريحة جدا للسفر. استهلاك بنزين يعتبر متوسط لكويس بالنسبة للفئة بتاعته. والعيوب انه سعره هو الاغلى في ترشيحات الفيديو النهارده، وزنه كمان هيحتاج انك تتعود عليه خصوصا في الزحمه لانه وزنه تقيل شويه. قطع الغيار وخبره الفنيين والميكانيكيه اللي بيشتغلوا فيه لسه اقل انتشار من باقي البراندات التانية الاقدم زي اس واي ام مثلا، ولكن لو دورت شويه هتلاقيها موجوده. عاده البيع لسه مش بقوه المنافسين القدام في السوق، ولكنه السوق بتاعه ماشي يعني. انصح بيه لمين؟ لو بتسافر كتير او بتدور على سكوتر بريميوم في احدث التكنولوجيا مش عايز تدفع سعر سكوتر اوروبي او ياباني، فالزونتس جي 368 يعتبر من احسن الاختيارات الموجوده حاليا، لانه ببساطه بيقدم مواصفات وتجهيزات كان زمان محتاج تدفع تقريبا ضعف سعره علشان تاخدها. كمان تصميمه مايل انه يكون ادفنشر شويه، ودي تعتبر ميزه لناس وعيب لناس، ولكن انا شايف ان هي ميزه بصراحه. وسعره بين ال 230 لحد 265 الف جنيه مصري. ولو عاوز سكوتر تشتريه وتستخدمه كل يوم من غير ما تكون التكنولوجيا هي اولوياتك، فالاس واي ام جوي ماكس 300 من احسن الاختيارات. وده مش سكوتر معمول علشان يقول لك بص انا عندي شاشه كبيره او يقول لك بص انا عندي تراكشن كنترول جامد، ده معمول عشان يقول لك اركب سافر وعيش. الموتور هنا 278 سي سي سلندر واحد، تبريد ميه واوتوماتيك سي في تي، بيطلع حوالي 26 حصان والعزم 26 نيوتن متر. برضه مش عارف ايه الفكره في ان هم يظبطوا الاثنين مع بعض، مع تقريبا توب سبيد بتعدي ال 137. وده معناه انك مش بتتكلم على سكوتر للمدينه وبس، ده سكوتر يقدر يتعامل مع السفر والطرق السريعه بشكل محترم. والحاجه اللي بتتحسب للجوي ماكس جدا انه متوازن، مش اقوى واحد ومش اكتر واحد مليان تكنولوجيا، لكن في كل حاجه تقريبا هو كويس. والمميزات: اول حاجه الراحه، قاعده كبيره ومريحه ووضعيه ركوب مناسبه للمشاوير الطويله. كمان عندك الازاز اللي قدام تقدر تعدله ومسند لظهر السواق تقدر تعدله برضه. تاني حاجه التخزين، المساحه تحت الكرسي كبيره لدرجه انها متصممه عشان تكفي خوذتين، ودي نقطه مهمه جدا لو هتستخدم السكوتر ده كل يوم. وتالت حاجه الامان، عندك اي بي اس على العجلتين ودي حاجه نادره شويه، وكمان تراكشن كنترول كويس، ودي بالذات ميزه مهمه في سكوتر 300 سي سي، خصوصا لو هتتسارع على اسفلت مزحلق او في ميه او حاجه. وكمان عندك شويه دلع برضه، في كيليس انتري او انك تفتح السكوتر من غير مفتاح، واضاءه فول ال اي دي، وشاشه تي اف تي كمان. يعني رغم ان تركيزه الاساسي على العمليه والراحه، بس برضه هو مش فقير في التكنولوجيا. والعيوب: اول عيب الوزن، الجوي ماكس وزنه حوالي 200 كيلو، وده بيبان اكتر في المناورات البطيئه والزحمه. يعني لو استخدامك كله جوه وسط البلد هتحس بالوزن اكتر من واحد راكب سكوتر 150 او 200 سي سي حتى. تاني عيب انه مش سكوتر رياضي، على الرغم انه الموتور 300 سي سي وهو
قوي ومناسب لفئته، لكن لو بتدور على تسارع عنيف واحساس رياضي ففي اختيارات تانية هتديك الاحساس ده اكتر بكتير. تالت حاجه، التكنولوجيا والتصميم مش لازم يكونوا اكتر حاجه مبهره، وده مش عيب قاتل لان اصلا فلسفه الجوي ماكس مختلفه. هو مش بيحاول يبقى اكتر سكوتر مجنون، هو بيحاول يبقى السكوتر اللي تقدر تعتمد عليه كل يوم في كل مشاويرك. انصح بيه لمين؟ لو انت استخدامك جوه المدينه مشاوير طويله، سفر من وقت للتاني، وعايز سكوتر مريح وعملي، الجوي ماكس 300 اختيار قوي جدا، وسعره حوالي من 215 لحد 220 ألف جنيه. بس أصعب حاجة وأنت بتشتري سكوتر مش إنك تختار الموديل، الأصعب تعرف هتتعامل مع مين بعد ما تشتري، لأن الموضوع مش بيخلص أول ما تستلم المفتاح، أنت لسه تحتاج زيت، صيانة، قطع غيار وإكسسوارات. وممكن في وقت من الأوقات تحتاج حد يقول لك أصلا أنت محتاج إيه وإيه اللي مش محتاجه، وده بالظبط اللي خلاني أتكلم دلوقتي عن موتور جراج، لأنهم مش مجرد معرض موتوسيكلات وسكوترات والسلام، هم عندهم مجموعة كبيرة من الشركات سواء للموتوسيكلات أو السكوترات، ومعاهم كمان قطع غيار وزيوت واكسسوارات وخدمات صيانه لاغلب الموديلات حتى لو مش بتبقى عندهم. والنقطه الاهم بالنسبه لي انهم بيساعدوك خطوه بخطوه، يعني سواء انت لسه بتدور على السكوتر المناسب او خلاص اشتريت وعاوز تعرف تعمل ايه بعد كده، هتلاقي حد يساعدك بدل ما تبدا تدور لوحدك على كل حاجه وتكتشف انت. فلو انت في مرحله انك تشتري سكوتر او حتى عندك واحد وعاوز مكان تتابع معاه احتياجاتك بعد ما اشتريت، موتور جراج يستاهل تحطه في اختياراتك. هتلاقي كل التفاصيل في الديسكريبشن تحت وفي اول كومنت كمان. ولو عاوز ماكس سكوتر شكله بريميوم وفيه تكنولوجيا كتير وفي نفس الوقت سعره اقل من الجوي ماكس والجي 368، فالام 310 من زونتس داخل المنافسه بقوه. اول حاجه هتشدك فيه الشكل، تصميم هجومي جدا وخصوصا من قدام والال اي دي، وفعلا بيديك احساس انك راكب سكوتر اكبر من فئته. لكن الحكايه مش الشكل بس، الموتور 310 سي سي، سلندر واحد، تبريد مائي وحقن الكتروني يعني انجكشن، وبيطلع حوالي 33 حصان وتقريبا 30 نيوتن متر حسب المواصفات اللي زونتس منزلاها. والفيديس طبعا سي في تي اوتوماتيك، فما فيش نقل غيارات ولا دبرياج، وده مناسب جدا للمدينه او السفر. والميزه هنا ان الام 310 مش مجرد سكوتر علشان تتنقل بيه، هو معمول كتورينج ماكس سكوتر، يعني تقدر تستخدمه كل يوم وتطلع بيه سفريات وتاخد معاك حاجتك من غير ما تحس انك ضحيت بالراحه علشان الاداء. التكنولوجيا، وده الجزء اللي زونتس دايما بتحب تلعب فيه بقوه، عندك شاشه تي اف تي فول كولر شكلها جامد مع وضعين سواقه ايكو وسبورت، وكمان كيلس واضاءه فول ال اي دي، وكمان يو اس بي تشحن منه التليفون، وعندك حساسات ضغط وحراره الكاوتش. يعني بالنسبه للسكوتر في الفئه دي التجهيزات هنا يعني سخيه جدا ومدلعينك على الاخر. والسفر الام 310 بيطلع من منطقه السكوتر العادي لان انت عندك مساحه تخزين تحت الكرسي تكفي خوذه فول فيس ومع شويه حاجات. وفي موديلات بيجي معاها توب بوكس من المصنع، وده بيخليه عملي جدا لو بتستخدمه في السفر او المشاوير الطويله. ارتفاع الكرسي عالي شويه فوق الارض، فمش من الاسكوترات اللي هتخليك تحارب مع الارض في كل وقفه. والامان هنا كمان كويس، فرامل قدام وورا مع اي بي اس، وده اساسي جدا في سكوتر بالوزن والاداء ده. والعجل مقاس 14 ورا وقدام، وده بيساعده يكون متزن ومريح على الطريق. طيب ايه عيوبه؟ اول حاجه انه مش اخف سكوتر، ده هتحسه اكتر في المناورات البطيئه والزحمه. تاني حاجه الام 310 بقاله فتره في السوق، وبالتالي لو هتشتري مستعمل لازم تركز جدا على حاله السي في تي والفتيس، الصيانه، التبريد، الكهرباء، وحاله انظمه الكيلس وشاشه التي اف تي، لان كميه التكنولوجيا اللي فيه معناها ان فحص السكوتر قبل الشراء مهم جدا. وتالت نقطة، لو استخدامك كله جوه المدينة ومشاوير قصيرة ممكن تكون بتدفع في قوة وتجهيزات انت مش محتاجها اصلا. يعني انت لو مش بتسافر ومش محتاج ال 300 سي سي فعلا، فسكوتر اصغر ممكن يكون اوفر واسهل في الزحمة. انصح بيه لمين؟ الام 310 مناسب جدا اللي عاوز استخدام يومي لمسافات طويلة، سفر من وقت للتاني، مساحة تخزين كويسة، اداء اعلى من ال 200 سي سي، وتكنولوجيا بتجهيزات كتير، وسعر اقل من فئة ال 400 سي سي. وعلشان كده حطيته في فيديو النهارده لانه بيديك تقريبا كل اللي محتاجه من ماكس سكوتر، وسعره في حدود ال 160 الف لحد 170 الف، وممكن الاسعار تكون مختلفه شويه على حسب ما انت الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو. ولو انت مش محتاج 300 او 400 سي سي وعاوز سكوتر 200 سي سي مريح وعملي للاستخدام اليومي، فالكي واي فيستا 200 بيحاول يديك احساس الماكس سكوتر من غير ما تدفع فلوس فيها اكبر. اول حاجه هتلاحظها الحجم والشكل، الفيستا شكله كبير نسبيا وقعدة الركوب بتاعته مريحة، وده بيخليه مناسب جدا للمشاوير اليومية خصوصا لو بتقضي وقت طويل على السكوتر. وفي تجربة استخدام منشورة للفيستا 200 بعد 9 شهور اتراجع فيه تحديدا وضعية الركوب، الكرسي، التخزين، استهلاك البنزين والتوب سبيد، وده بيدعم انه معمول كاختيار عملي للاستخدام اليومي. عندك هنا موتور 200 سي سي، وفلسفة السكوتر مش انك محتاج تكسر ارقام السرعة
السرعة وتجري بيه، هو معمول أكتر علشان الراحة والاقتصاد والاستخدام اليومي. يعني لو شغلك جوه المدينة ومشاويرك متوسطة ومحتاج سكوتر مريح بدل الموتوسيكل العادي، الفيستا هيكون منطقي جدا. أهم نقطة فيه وهي الراحة، ودي من الحاجات اللي هتفرق معاك جدا في السكوتر. عدته كبيرة، مساحة كويسة للسواق ومسند للراكب، فلو هتستخدمه يوميا خصوصا في مشاوير طويلة نسبيا مش هتحس انك راكب سكوتر صغير معمول لمشوار 10 دقايق. الفيستا كمان عملي من ناحية التخزين، عندك مساحة تخزين تحت الكرسي وكمان مساحة تخزين قدام، وده يخليك تحط حاجتك بتاعت كل يوم من غير ما تضطر تشيل شنطة على ظهرك طول اليوم. بس طبعا الحياة مش بامبي، واول عيب هو الاداء. لو جاي من 300 سي فما تتوقعش منه نفس التسارع او انك تسافر بيه بسرعة عالية، في الاخر هو 200. وتاني عيب انه الحجم مقابل القوة. السكوتر كبير ومريح لكن الموتور مش بنفس ضخامة الهيكل. يعني لو راكب لوحدك جوه المدينة تمام جدا، لكن مع حد راكب تاني معاك وعلى طريق سريع هتحس بحدود ال 200 سي سي اكتر. تالت عيب انه مش الاختيار اللي هتجيبه علشان التكنولوجيا. لو انت عاوز تراكشن كنترول والشاشة بقى والدلع ده كله فمش هيبقى اللي في بالك، ولكنه هيكفي ويوفي. انصح بيه لشخص بيلف في المدينة مشاوير يومية محتاج تخزين كويس واوقات حد بيركب معاه، فالكيوي فيستا 200 اختيار منطقي جدا في الوقت ده. لكن لو السفر لمسافات طويلة وسرعات عالية جزء أساسي من استخدامك، ساعتها أنصحك تزود لفئة 300 سي سي لو الميزانية تسمح طبعا، وسعره في حدود ال 75 لحد 90 ألف جنيه. لو عايز تدخل عالم الماكس سكوترز بميزانية أقل فالكيو جي ام تي اكس 200 اختيار يستاهل إنك تبص عليه بجد. والحاجة المهمة هنا إنه اسمه ام تي اكس 200 لكن الموتور فعليا 175 سي سي، دي حاجة لازم تتقال بوضوح في الفيديو. الموتور برضو سلندر واحد 4 صمام تبريد مائي وانجكشن، بيطلع حوالي 18 حصان وعزم بيوصل ل 15 نيوتن متر. الام تي اكس مش معمول عشان يبقى صاروخ، هو معمول عشان يديك توازن ما بين الاداء والاستخدام اليومي. السي في تي بيخلي سواقته سهله جدا في الزحمه، مع وزن حوالي 133 كيلو فهو اخف بشكل واضح من السكوترات الكبيره، وده بيبان جدا لما تدخل بيه شوارع ضيقه او تلف مثلا وتعمل يوتيرن. وده هيودينا لنقطة الأمان، حاجة تحسب له جدا. عندك اي بي اس مع فرامل ديسك ورا وقدام، والام تي اكس راكب عليه جنط 14 بوصه قدام و13 ورا، وده مناسب جدا لطبيعه السكوتر واستخدامه جوه المدينه. وفي الراحه والاستخدام اليومي الكرسي برضه مرفوع شويه، قاعده العجل مرفوعه شويه عن الارض، فالسكوتر حجمه محترم من غير ما يبقى ضخم او يتعبك في الحركه، وده بالظبط اللي بيخليه مناسب لحد عاوز سكوتر يستعمله كل يوم لكن في نفس الوقت عاوز شكل وحضور اكبر من سكوتر 150 سي سي عادي. والمميزات اولا الوزن 133 كيلو تقريبا، وده من اهم مميزاته خصوصا في الزحمه. التبريد المائي ميزة كويسة مع الاستخدام الطويل والزحمة والحرارة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. الاي بي اس انه يبقى موجود في الفئة دي نقطة امان مهمة جدا. الاداء بتاعه 18 حصان مع موتور 175 سي سي يعتبر رقم كويس بالنسبة لحجمه. حجم السكوتر بيديك احساس الماكس سكوتر من غير ما تدخل في احجام واوزان الحاجات الاكبر. بس طبعا في عيوب ولازم نبقى واقعيين في العيوب. اكبر عيب انه مش 200 سي سي فعليا، هو 175 سي سي، وده معناه ان توقعاتك للاداء لازم تبقى في حدود ال 175 سي سي. تاني عيب ان لو استخدامك الاساسي سفر لمسافات طويله او طرق سريعه على طول هتبدا تحس بحدود الموتور اكتر من ال 310 مثلا او الجوي ماكس، خصوصا لو في حد راكب معاك او لو انت ماشي على طريق طالع لفوق. وتالت نقطة وهي الانتشار وإعادة البيع. كيوجي بتكبر وجودها في السوق واحدة واحدة، لكن لو بنتكلم على اختيار لفترة بعيدة لازم تحط في حساباتك إن توفر قطع الغيار والخدمة في منطقتك شيء أساسي ومهم جدا، لأن دي نقطة بتفرق جدا في السكوتر اليومي، فلازم تتأكد إن في ناس بتشتغل فيه في منطقتك أو حتى في قطع غيار موجودة قريبة منك لو بتفكر تشتريه. انصح بيه لمين؟ لو انت عاوز سكوتر للمدينه استهلاكه معقول ووزنه خفيف، في اي بي اس شكله لذيذ وبيديك احساس الماكس سكوتر، فالكيو جي ام تي اكس 200 اختيار منطقي جدا. لكن لو بتسافر كتير انا شخصيا هبدا ابص على السكوترات الاكبر اللي اتكلمنا عليهم وسعره في حدود ال 175 لحد 180 الف جنيه. ولو ميزانيتك نزلت لفئة ال 150 سي سي لكن مش عايز تحس انك نزلت في الامكانيات، فالزونتس اكس 150 من اكتر السكوترات اللي تستحق تبص عليها، وده لان زونتس هنا عملت حاجة ذكية جدا. موتور صغير لكن مواصفات مش صغيرة. الموتور 150 سي سي سلندر واحد 4 صمام تبريد مائي وحقن الكتروني من بوش، بيطلع حوالي 18 حصان مع 15 ونص نيوتن متر من العزم، وده رقم قوي جدا بالنسبة لسكوتر 150 سي سي.
والأجمد هو وزنه حوالي 108 كيلو بس، يعني أخف بفرق واضح من الMTX 200 اللي اتكلمنا عنه من شوية، وده هتحسه جدا في الزحمة أو وأنت بتركن. الإكس 150 مش معمول علشان يسافر بيك، لكن جوه المدينة هتحس إنه نشيط جدا، الموتور خفيف على جسم السكوتر، والCVT بيخلي الاستجابة سهلة وسلسة. لو استخدامك الأساسي شغل، جامعة، مشاوير يومية في الزحمة، فال150 هنا هيكون منطقي جدًا، جدًا. والأمان، ودي من أكتر الحاجات اللي تخلّي الX 150 مميز، عندك ABS ورا وقدام يعني أقوى من العادي، وده مش مجرد رقم على الورق، لإنك لمّا تكون راكب سكوتر خفيف والاستجابة بتاعته سريعة وسط زحمة مصر، إنه يكون معاك ABS على العجلتين دي حاجة مهمة جدًا. الاقتصاد، هوندا، ياماها وكل الشركات بتحاول تعمل سكوتر اقتصادي، لكن زونتس هنا عملت رقم ممتاز. الشركة أعلنت إنه استهلاكه حوالي 2 لتر لكل 100 كيلو في البيانات الرسمية بتاعتها، يعني تانك 11 لتر مع استهلاك قليل بالنسبة لفئته، ده يخليه مناسب جدا لو بتستخدم السكوتر كل يوم. التكنولوجيا، وده الجزء اللي زوندس بتحبه جدا، حتى لو انت راكب 150 سي سي مش هتحس انك راكب حاجة بدائية. عندك تجهيزات حديثة وإضاءة LED مع موتور 4 صمام وتبريد مائي، يعني الشركة ركزت إنك تاخد تكنولوجيا وأداء أعلى من المتوقع في ال150. مميزاته طبعا الوزن 108 كيلو بس، ده يخليه سهل جدا في المدينة، بيطلع 18 حصان على موتور 150 سي سي وده رقم كبير. استهلاك بنزين قليل، الحجم مش صغير لدرجة إنك تحس راكب سكوتر اقتصادي، وفي نفس الوقت مش ضخم. العيوب، مهما كان الموتور قوي بالنسبة لفئته، بس في الآخر هو 150 سي سي، يعني هتجيب آخره بسرعة. برضه مش هيديك نفس الراحة بتاعة ال300 أو ال368 في السفر والسرعات العالية، الراحة على المسافات الطويلة، لكن هو ممتاز كdaily scooter تستخدمه كل يوم. لو خطتك الأساسية سفر طويل بشكل كتير، فالأفضل إنك تطلع لفئة أكبر. التكنولوجيا مش معناها إن كل حاجة هتبقى جامدة يعني، وده مهم جدا مع أي سكوتر مليان إلكترونيات. قبل الشراء اتأكد من توافر قطع الغيار والخدمة في مكانك أو في منطقتك، لأن الاعتمادية على المدى الطويل مش بتتقاس بالمواصفات على الورق بس. أنصح بيه لمين؟ لو أنت عاوز سكوتر ميزانيته أقل، استهلاك بنزين قليل، استخدام يومي للسكوتر خفيف وسهل، أمان وسرعة محترمين جدا، فالزونتس اكس 150 اختيار ذكي جدا وسعره في حدود ال100,000 جنيه. وصلنا لأرخص سكوتر في الفيديو، وده مهم جدا لأن الكيو جي ار كي او 150 مش داخل هنا بس علشان يبقى أقوى سكوتر، لكنه داخل عشان يقدم لك أكبر قدر ممكن من العملية بأقل تكلفة. والار كي او 150 موجود فعلا في تشكيلة كيو جي الرسمية في مصر، يعني المفروض يكون متوفر له كل قطع الغيار والصيانة اللي ممكن تحتاجها. الار كي او في موتور 150 سي سي سلندر واحد، 4 أشواط، تبريد هوائي مع حقن إلكتروني، وقوة حوالي 12 حصان مع عزم 11 نيوتن متر تقريبا. يعني احنا بنتكلم عن سكوتر معمول اساسا للمدينه، مش هقول لك انه صاروخ، لكنه في الزحمه والمشاوير اليوميه ال 150 سي سي بتاعته كفايه جدا. اهم ميزه هنا البساطه، وده في رايي اهم سبب يخليك تفكر فيه. كل ما تنزل في الفئه السعريه انت مش محتاج 20 نظام الكتروني، انت محتاج موتور بسيط وفتيس سهل، استهلاك معقول وصيانه سهله. والار كي او ماشي في الاتجاه ده، وزنه حوالي 113 كيلو، وده يخليه سهل في الحركه والركنه والمناورات جوه المدينه. الفرامل حسب المواصفات اللي كيو جي منزلاها، الار كيو بيستخدم ديسك فرامل قدام وورا، ولكن الاي بي اس بيبقى موجود في اسواق واسواق لا، فتاكد في النسخه اللي انت بتشتريها هل فيها اي بي اس ولا لا. ما تشتريش على اساس اسم الموديل بس، اتاكد من تجهيزات النسخه اللي هتستلمها. الاستهلاك، وده واحد من اهم اسباب اختيار 150 سي سي، اصلا الموتور صغير وخفيف، فتكلفه استخدامه اليوميه المفروض تكون اقل بوضوح من ال 200 وال 300 وال 400 سي سي. ولو استخدامك الاساسي شغل، جامعه، مشاوير جوه المدينه، هيبقى كفايه جدا. المميزات، اولا السعر، وده اهم نقطه في وجوده هنا، انت بتنزل لاقل فئه سعريه من غير ما تخسر المواصفات الكتير، وده يخليه مناسب للي عاوز يدخل عالم الاسكوترات من غير ما يدفع مبلغ كبير. هو مش ارخص سكوتر في مصر كلها، ولكنه ارخص احسن واحد من وجهة نظري طبعا. الوزن حوالي 113 كيلو بس، فالتعامل معاه يكون سهل جدا، والبساطة من المميزات، تصميم بسيط نسبيا مع فتيس سي في تي مع 150 سي سي، يعني انت مش بتشتري تعقيد انت مش محتاجه. الحجم مناسب جدا للمدينة، ومش هتحس انك بتحرك حاجة ضخمة وتقيلة وسط الزحمة. العيوب، وطبعا لازم نقول الحقيقة، اول عيب الاداء محدود، بيطلع 12 حصان تقريبا، رقم مش يخليك تفكر في السفر او انك تجري بيه بسرعة مثلا، خصوصا لو في حد راكب معاك. كمان التجهيزات اقل لو قارناه بالاكس 150، هتلاقي ان الزونتس بتحاول تديك تكنولوجيا وتجهيزات اكتر، اما الار كي او فهو بيركز على الاساسيات. تالت عيب انه مش احسن اختيار للسفر، لو استخدامك 90% جوه المدينه فهيكون ممتاز، لكن لو بتعمل مشاوير طويله بشكل مستمر هتكون افضل مع سكوتر اكبر.
أنصح بيه لمين؟ لو أنت استخدامك جوه المدينة عايز أقل تكلفة ممكنة وفي نفس الوقت من غير ما تحس إنك راكب عجلة، مهتم بالاستهلاك، عاوز سكوتر خفيف وسهل، أو لو ده أول سكوتر ليك فالكيو جي ار كي او 150 اختيار منطقي جدا ومناسب. لكن لو عندك فرق سعر يسمح لك تطلع للاكس 150 ساعتها أنا شخصيا هفكر فيها بجد، خصوصا لو التجهيزات الزيادة تهمك، وسعره في حدود ال 68,000 لحد 70,000 جنيه مصري. وبكده نكون شفنا 7 سكوترات وكل واحد فيهم ليه استخدام مختلف. لو عايز أعلى أداء وتجهيزات عندك الجي 368، لو عايز راحة واعتمادية الجوي ماكس 300. لو ميزانيتك محدودة وعايز سكوتر عامل للمدينة الار كي او 150 هيفضل اختيار منطقي. وفي الآخر مفيش أحسن سكوتر بشكل مطلق، في أحسن سكوتر ليك أنت حسب ميزانيتك واستخدامك والتفضيلات الشخصية. وده مجرد فيديو ترشيحات، لو هتشتري لازم تشوف ريفيو كامل وتعرف كل التفاصيل قبل ما تشتري. اعمل لايك واشترك في القناة واكتب لي في الكومنتات لو هتختار واحد فيهم بس بعيدا عن الفلوس هتختار أنهي سكوتر. وشكرا على المشاهدة.